يلا يا سي رمضان تخلصنا ولا هتعمل لنا فيها حكايه؟ حكايه ايه يا استاذ؟ انا عملت لك حاجه؟ مش لما اخد نفسي؟ ما تاخد نفسك بعدين يا سي رمضان. اخد نفسي بعدين؟ بعدين امتى يا سعد عزيز؟ لما اموت؟ الله، انت هتفتحوا لنا محضر ولا ايه؟ ما تبطلوا الكلام ده يا فندم، خلونا نقبض. طب اقف في الصف يا اخويا، صف يا فندم حتى ابوكم. ليه؟ هتقفونا في الجمعيه ولا ايه؟ وانتوا تقفوا صف في الجمعيه وهنا لا ليه؟ الله، هي عقد بقى ولا ايه؟ اوعى عقد، وكل واحد حر في عقده، وصلى على النبي بقى لحلف ما انا مقبض حد. حكايه بقى دول يعني ما تقف صف يا سيدي، خلينا نخلص، عايزين نخلص النهارده. وقف انت في اخر الصف يا اخويا فالحوس انت. الله، انت هتذلنا ولا ايه؟ انا لا هذلكم ولا حاجه، مفيش قبض يا فندي، انا لسه هجرد الخزنه. يعني ايه يا الله؟ عشان كده خلاص يا استاذ رمضان معلش. ما هو دي مش اسمه كلام يا استاذ محمود، انا لحم ودم برضه. حقك عليا يا سي رمضان. اصلها كلمه كبيره قوي يا استاذ خليل هتذلنا دي، ما تذل الرقاب غير الخالق يا سيدي. ما يقصدش يا استاذ رمضان. ايوه بس كل واحد لازم يختار كلمته برضه. خلصنا من الخناق ودخلنا في العتاب، ما تقبضني يا اخويا بقى، انا مستعجله وعايزه اروح. ومستعجل قوي على المروح ليه؟ انت مش حملت وخلاص ولا هو فرغت عين يعني؟ يو يا عم خلصنا بقى وبعدين معاك. انا مش فاهم ليه تبقوا قدام الناس التانية زي الجزم وتبقوا معايا انا وتتحكموا. يا عم ما بتتحكمش ولا حاجه، ورانا التزامات يا سي رمضان. عينيا ليك يا سي محمود، انت تقم روح ابني بقى اقف في اخر الصف هناك، اجري. لا اجرد الخزنه مفيش قبض النهارده، اجري اخر واحد في الصف انت يا سي محمود. تعالى يا اختي يا مستعجله، تعالي. يا اخويا زينب عبد اللطيف مش كده؟ ايوه. امضي يا اختي. خدي. الحوقه قوي، حوقين قوي على الواقع. اتكل على الله على طول. اتفضلي يا ست زينب. شكرا. استني ملحوق على المروح ليه؟ لسه ليكي 6 ساعات. خليهم يمكن ما معكش فكه، خدهم مره تانية. لا يا اختي مفيش خزنه ما فيهاش فكه. احنا ما بنقبلش الفلوس الحرام، اذا كان الفلوس الحلال مقلول قيمتها، هنقبل الحرام؟ خد يا اختي. يا سيدي شكرا. مع الف سلامه. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ عبد العزيز، عشان انت باين عليك انت كمان مستعجل على المروح. برضه عبد العزيز؟ روح انت اقف في اخر الصف هناك، اجي اقف في اخر الصف، انت هتقبض اخر الشهر. 75 قرش حساب البوفيه يا مدام زينب. من عينيا. اتفضل وخلي الباقي علشان ربع جنيه بنشحت. اشتري بيه ربع جنيه ده؟ خليه المحروس اللي ببطنك. طب ما تزعلش، خد. توأم ان شاء الله. رزقك ماشيه معاك قوي يا بشبيشي. تاخد لك 2 جنيه يا سي رمضان. لا يا اخويا انا ماليش دعوه بالحاجات دي. الله، على الاقل تسدد العجز اللي عندك. الله، انت مش تقول عندك عجز 160 قرش؟ دفعتهم من جيبي. اول مره اشوف صراف خزينته تعجز معاه. احنا كان عندنا قبل منك صراف كان بيسلف المصلحه كلها بالفايز. اعوذ بالله، حد الله ما بينه وبين الحاجات دي. السلام عليكم. سعيد مبارك. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل شهر وانت طيب يا سي رمضان. رمضان ايه ده؟ جايب لكم زياره. وليه انت عارف نفسك كده؟ اهو هنعمل ايه بقى؟ بس شويه فاكهه يستاهلوا بقك. اي والله. رمضان؟ لا شوال. حلوه. وايه اللي على العرض ده؟ جايب لكم زياره. ايه شويه يستفندي على شويه برتقال على شويه بلع عيش عشان عليه تاكل عيش. من ابو 8 ساعات. 8 ساغ ايه؟ هو في حاجه ب 8 ساغ الايام دي؟ ده اقل حاجه ب 60 ساغ. ربنا ما يحرمنا منك، يا جايب لنا ومحمل لنا وشايل لنا، ربنا يكتر من امثالك. ربنا يخدم. بتقول ايه؟ ايه؟ لا ولا حاجه. اصل الست والدتك مش عاجبها الزياره اللي انا جايبها. بص البرتقال
شوفي فتره خير البرتقال عامل ازاي، ولا اليوستفندي حد يلاقي يوستفندي زي دي؟ ولا شوفي بلح، على النعمه ما حد يلاقي بلح عيشه زي دي. شوفي البلح وحلاوته، شوفي حلاوته. معلش يا رمضان معلش، ما تزعلش من كلام ماما. يا ستي ولا يهمك، انا علشان خاطرك استحمل اي حد يقدرني. اي والله كل يهود، حتى كلام امك اللي عامل زي ما تغسلي قفاكي بميه ساقعه في عز البرد. بقى كلام ماما عامل زي الميه الساقعه في عز البرد. هو مش زي الميه الساقعه بالظبط، هو زي الزفت في كل فصول السنه. اي والله سنه سود على دماغها باذن الله. اخفى عليك يا رمضان. اسيبك انا بقى واطلع. لم انت بقى زياره. رمضان يا نعم. على فكره انا حضرت لك لقمه في الاوضه. ربنا ما يحرمك مني يا انس الوجود، يا احلى فتاه لألعن حماه. بس بقى يا اخي عيب. يلا استعنا على الشقه بالله وسيدك العيال. عيب ايه بس يا رمضان؟ هو انت يهمك السلم؟ انت شباب. طب ما تيجي تطلعي معايا اهو نونس بعض، وفي ذات نفس الوقت عقبال ما نطلع فوق يكون الصيف جه نربي كتاكيت. كتاكيت ايه بس؟ امشي بقى احسن ماما تقلق. ما تقلق. ايوه يا ماما انا بلم الفاكهه وجايه اهو. اطلع انت بقى يلا. علي مش هجيبها بلا عيش، امال اجيب لها ايه؟ رمان بيل يقسم لي فم لما ينهش عظمي. عارف ايه في الفرق ده؟ ده فقر وخيبه. السلام عليك يا ماما بقى، انت دايما كده كسفاه. يا اخت روحي. اضرب يا شبيشي. الله يخليك. ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه في ايه بس يا عم؟ الله، رمضان ده قلت لك فلح مقفل. الله، انت مش بتقول انه غلبان وواقع؟ مهما كان لكن ماشي على الصراط المستقيم. على كل ملوش في الطيب نصيب. كنا هندخله معانا اللعبه يطلع له قرشين حلوين. لا، اعمل معروف والنبي، فكر في اي حاجه الا رمضان ده. كده ماشي. انا بقى هفكر في التفكير اللي اخر حلاوه. بس يعني الحكايه دي مضمونه يا هلوتي؟ يا بشبيش اطمن، الهلوتي ما يفكرش في حاجه وتطلع مش مضمونه ابدا. احنا بنلعب يا بشبيشي، ده احنا عيال مخنا نضيف. 400,000 جنيه على 3، يعني كل واحد مننا ينوبه 135,000 جنيه وحته. وسلامتين لأم حسن. لا وانت الصادق، سلامتين له رمضان. يا عم هلال، يا عمو اهلا رمضان. اهلا. ازيك يا عم هلال؟ تعال اشرب معايا الشاي. شاي ايه مش لما ناكل لقمه الاول؟ اما انا جايب لك شويه طعميه سخنين انما يستاهلوا بقك، وشويه بصل انما ايه. شوف الطعميه وحلاوتها، بص سخنه ولع نار. مد ايدك كل. ولا انت اتعشيت؟ انت اتعشيت بلاش بقى. انت فين؟ بقالك كام يوم ما انتش باين. والله مشغول يا عم هلال وطالع عيني. طالع عينك ليه؟ ده انت موظف ميري قد الدنيا. موظف ميري؟ موظف ميري ده كان زمان يا عم هلال، ايام ما كانت ال 400 فرخه بنكلي. دلوقتي الموظف بياخد على قفاه. اي والله العظيم بياخد على قفاه. بالك انا لولا الملامه لكنت اشتغل معاك عرباجي على العربيه الكارو بتاعتك دي، على الاقل كنت استلم على النسوان اللي انت بتوصلها. عدم المؤاخذه ما تيجي تشتغل، هو حد حيشك؟ اخاف طول ما انا ماشي اي حد يقول لي علي يا عوض، وانا ازعل قوي لما حد يقول لي علي يا عوض. انا عايز اسالك سؤال، انا ليه العربجيه بيزعلوا لما حد يقول لهم علي يا عوض دي؟ ايه الحكايه دي؟ الله يجازيك يا رمضان يا ابني. بقى علي عوض ده كان شيخ العربجيه زمان في سوق التلات، واي صبي جديد كان يجي يشتغل عندنا في مهنتنا ديت لازم يعدي عليه الاول، يديله العلقه الجامده التمام اللي هي علشان يذله ويخاف منه ويمشيه على الصراط المستقيم العمر كله. ده عقده تاريخيه بقى، حتى العربجيه عندهم عقد تاريخيه. انت بتبصلي كده ليه يا رمضان؟ انا دلوقتي فهمت. فهمت ايه؟ فهمت انت ليه ماشي على الصراط المستقيم. الله يجازيك يا رمضان، عسل. والله انت اللي سكر.
بالك انا ما بستريحش في القعده مع حد في الحاره دي غيرك والله يا عم هلال. الله يكرمك. خلي اقول لي يا عم هلال. نعم. انت مش اسمك هلال؟ اه. وانا اسمي رمضان. اه. وهلال قبل رمضان. اه. يعني هلال رمضان. اه. يبقى انا ابوك. ما تيجي اتبناك يا جدي. مفيش مانع يا ابني. قال يعني انا ناقص. بقول لك ايه؟ نعم. طب ما تتبناني انا والحمار وتبقى ابو الحمارين. لا انا اتبناك انت والحمار وحماتي عشان ابقى ابو البهايم. طب يلا بقى اتعشى علشان تشرب الشاي. اشرب؟ كفايه انا شربه من كعان يا عم هلال. يا جدع قول يا رب بكره تفرج. يا حلاوتك انت يا سكر، بقالك 800 سنه بتقول بكره تفرج وما زهقتش انت يا فراولي. والله انت فراولي يا شيخ. ما تاكل طعميه ولا انت اتعشيت؟ يا ماما يا ماما. ايوه يا احمد. مفيش ميه، اعمل ايه؟ هي الميه اللي في الكوز عندك في خلصت؟ مفيش بقولك. يا خلاص. سمونا عاملين يا ماما. يا بنت وانت قبل ما تخش تغسلي وشك مش تشوف الميه هتكفيك ولا لا؟ يا دي الغلب اللي انا فيه. والحمار ده لسه نايم ولا ايه؟ حمار؟ حمار مين؟ الحمار اللي فوق اللي اسمه رمضان هيسيبنا من غير ميه لحد دلوقتي؟ يا ماما حرام عليكي، قطعتي قلبه من الميه اللي بيجيبها لك كل يوم. امال نعمل ايه يا امك؟ نقعد من غير ميه؟ قلبك عليه قوي يبقى لا فلوس ولا يخدمنا كمان. خطيب قال يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان. الله يخرب بيتك، بقى انا لسه سايبك في كابوس اصعد على صوتك في الحقيقه. يا رمضان يا رمضان. يلا خليك انت اهو في الاصيل يا رمضان، اشوف فيك يوم. ايوه يا خال ابو علي. خلف عينك انت لسه نايم؟ نوم العواف اسم الله عليك. تعالى وابعد الميه. عيني عيني حاضر. حاضر يا خال ام قويه. كاتك الهم. انزل قوام هات الماء العيال الصابون في وشهم. عينيا حاضر. امال فين علي؟ انزل قوام. حاضر. انا اهو. صباح الخير يا رمضان. صباح الفل يا ست الكل. انا هروح اجيب ميه بموارد عشان صباحك النادي. تسلمي. حلوه تسلم لي دي يا ملفوفه القوام. اي والله ملفوفه. سمي يا اخويا على العيل ده لما انا فتحت الميه. الله ده يا ست انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انت ما عندكش دم، انت مش شايفني حريم؟ حريم وده شكل حريم برضه؟ امال الرجاله يبقى شكلهم ايه؟ كينج كونج؟ اخرج. طيب كل واحد في دوره. سمي يا اختي قبل ما اشيل الميه. اسمي مين؟ انا مالي وانا فاضيالك. طب شايلين انت. العيل ده بتاع مين يا نسوان؟ باين عليك سرقه. ايه؟ باين عليك سرقه. وانا هسرق عيل اعمل بيه ايه؟ سرقه مش عرفني. هسرقه منين يا وليه؟ مش عرفني. اهي خدي خدي يا وليه. لا سرقه. سرقه ايوه. سرقه يا وليه؟ مش انت اللي مديهولي بايدك؟ انا ما عندكش حاجه. ما تديش حاجه، انت هتديني يا وليه؟ مش انت اللي مديها للعيل قلت لي سرقه. حرام يا ولاد حرام.
معلش يا حبيبي. يا ستي ولا عليه عشان الورد يسيلوا عليه. طب اطلع انت بقى بسرعه غير هدومك احسن تبرد. حاضر حاضر يمين يا تلفوات يا ملفوفة القوات. جاب الميه. الميه هي يا ماما. يلا يا عيال خدوا الميه واغسلوا وشكوا يلا. يا ماما. سيبك يا بنت مع اختك يلا. على مهلي يا اختي. امال هو راح فين؟ طلع فوق يغير هدومه احسن يبرد. من غير ما يجيب لنا العيش. عيش ايه بس يا ماما كمان مفيش عيش؟ لا يا بنتي مفيش عيش، عايزين عيش عشان اخواتك يفطروا ويروحوا مدارسهم. اطلعي انتهي. لا ما ماليش دعوه اطلعي اندهيله انت. بقول لك اطلعي انتهي. اندهيله انت بقى يا ماما. اوعي يا اختي كده. يا رمضان يا رمضان. ايوه خدت ام علي. انزل قوم هات العيش. نعم العيش. ماله؟ عايزين عيش. ما انا جبت. انت جبت الميه والدور على العيش. ايوه. طيب حاضر نازل. وحياة ابوكي مش عايزين حاجه تانية؟ اذا كنت عايزه فجلي ولا جرجير ولا ابر جوابير قبل ما تنسي. هتفتح لي محضر. ده فتح نافوخي. يلا يا اخينا انت وهي مفيش عيش. لا مفيش عيش ليه؟ مفيش عيش ليه؟ خلص. الساعة 7:15 صباحا العيش خلص. صباحنا وصباح الملك لله. ايوه خلص. انت بتقول العيش خلص؟ ايوه خلص. امال ايه دي؟ ده عيش سياحي بنبيع الرغيف ب 15 قرش. العيش بقى سياحي كمان؟ وسياحي ليه؟ عليه سمسم. طب ما تشيل السمسم وهاته من غير السمسم. بقول لك ايه، خد من الفرن اللي جنبينا اجري هوينا يلا. ايوه ده ليك حق عشان الكلام مش هيحوق معاه. يلا يا ست توهيه، يلا يا اخويا خد. يلا شطبنا يلا. يلا يا راجل انت. متشكرين قوي يا رمضان. العيش اهو. عايزين حاجه تانية؟ لا اطلع انت بقى غير هدومك على ما اعمل لك سندوتش تاخده معاك الشغل. اطلع فين؟ لسه هطلع السلالم دي كلتها. امال هتروح الشغل بهدومك دي؟ على رايك. حاضر ماشي. اللهم ادينا الصحه يا رب. ربنا ياخدك اللي ببالي. صباح الخير يا رمضان. علمك على المهلال. الشعبك على مهلك. حماتك تحبك. غير ريقك. اغير ريقي ايه؟ حفطر برسيم يا راجل. الطعميه سخنه ايه؟ كل حماتك تحبك. ماشي بلاش حماتك تحبك دي. طيب بلاش حقك عليا. بقول لك ايه يا اخويا، ما توديناش محكمة عابدين؟ اخد عجاز باريزة. باريزة يعني هي جت عليك انت؟ يلا اركبوا يا نسوان. يلا يا اخت يلا يا اخت اطلعي يا اختي. يا حاسب. انا بقى كل حاسب. طلعنا بقى. اطلعي يا اختي اطلعي. يا اخويا اطلعي يا اختي اطلعي بقى. فريش على كده. ايه يا ست انت؟ ما تركبي وهو هيشيلك. شيلني اشيلك؟ ايوه شيلني. ده انت عايزه ونش شوكه عشان يشيلك. ايه اتخن منك؟ اول مره اشوف واحده ست بمقصور. شيل. عايزين 2-4 رجاله يشيلوا معانا. مش شيلني. انا يا استاذ تعال شيل معانا ربنا يخليك. تعال معانا. شيل. معاك سلبه اعملها. لا مفيش سلبه معاك. شيل. انت خد يمين وانت خد ناحيه. شيل. الله اكبر. الله اكبر. شيل يا جدع. شيل. شيلوني بقى. شيلوني. تعالى يا اخويا تعالى. رايحين عابدين لا مؤاخذه تعملوا ايه؟ قضية منيلة ب60 نيلة يا اخويا بعيد عنك. جوزها لقوا فلوسه ناقصه في الشغل. على
على بلاطه كده يعني هبطوهم. ودايخين وراه في المحاكم بقالنا يجي 7 اشهر. وكل دول بقى يبقوا قرايبه؟ لا يا اخويا احنا جيراننا وجنبنا في كل حاجه. لجنه خبراء اجانب يعني. يا اخويا اوعى كده. لا ده ما تخليش تقولي وتتفق فيا. لا اوعى عليك. ايه ده؟ هو انا ناقصاك؟ لما اوعى بقى. ايه يا انتوا ايه؟ ده انا خاف لا تطلعوا لي في المنام مع اللي بتسمي. اوعى حد يعمل حاجه. اوعى. يا نهار اسود. اوه يا راجل والله العظيم بالجسم يا ولاد يا سعدية يا اختي جوزك ده راجل خايب قوي. انا على رأي المثل ان سرقت اسرق جمل. هو اختلس كام؟ 300 جنيه يا اخويا عمري. 300 جنيه عدم المؤاخذة ده راجل اهبل. حد يودي نفسه في داهية عشان 300 جنيه. يوه هو في يا اخويا حد بيسرق وعارف نفسه انه هيتقفش؟ والنسوان دي بقى لها 7 اشهر رايحين جايين عشان 300 جنيه. الله مش نيابه ومحاكم وبوليس. ابو الجبله يا اخويا عاملينها فاتحه. جوزي بيقول على الاقل فيها 10 سنين. يفضل الله ولا تلك يا نبويه. بتفولي على جوزي ليه يا اختي؟ ايوه بتفولي على جوزها ليه نبويه؟ يا سعديه يا اختي دي تسعيره والعمليه دي فيها 10 سنين. هتسالي الافندي اللي جنبك ده يا اختي. انا ماليش دعوه، انا ما بفهمش في الحاجات دي. بقول لك ايه يا راجل انت ما تاخدهاش حلوانه بسلوانه وتلزق كده. ارجع لورا شويه. انا اللي وضع جسمي كده. شوف لك عربيه على وضع جسمك. الله انا اشوف له عربيه على وضع جسمي ازاي بقى؟ هي يلا يا عم اسانسير عقلاني يا فندم. اركبه، نفسي اركبه مره. الاسانسير عقلاني يا سي رمضان. يعني انا بضحك عليك؟ لا يا سيدي ما بضحكش عليا ولا حاجه. امرنا لله. نطلع على السلم. ربنا ياخد اللي ببالي. نعم يا اخويا. مش قصدي عليك، انا مش قصدي عليك، انت ابن حلال. ربنا يفرمك تحت الترماي. بالك يا سي رمضان. ولا حاجه يا بشويش، ولا حاجه. اصل لسه ماشي 90 كيلو. 90 كيلو؟ اصل الدكاتره بيقولوا ان اللي بيطلع 5 ادوار اكنه مشي 3 كيلو. انا حسبت السلالم اللي طلعتها النهارده لقيت نفسي ماشي 90 كيلو بالظبط. هم مش 90 كيلو بالظبط، 92 كيلو وشويه كده، كيلومتر. عليا النعمه انت مسكين. اي والله. الرز والسمنه وسط الجمعيه يا فندم. انت رايح فين تعالى؟ انت مالك بالرز والسمنه؟ انت لا عندك عيال ولا متجوز. الله، وقدام يعني مش عندي عين ولا متجوز، ما اكلش رز ولا سمنه، اموت من الجوع. ثم انا عندي حماد يا سيدي، حماد المستقبل. ياك يا رب ربنا يبقى ياخدها، اشوفها بتشنشل في الشوارع وماشيه عريانه مط والناس بتقول عليها المجنونه اهي. وانت بتجيب لها ليه؟ بتحلط لها يا سيدي كل شهر قرشين وبحوش الباقي، وانا اللي باكل الفتات في الاخر. النبي سيبني يا بشويش بحالي، سيبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش عايز اي حاجه بقى تهدك معايا؟ لا اتكل انت على الله. اي خدمه يا اخويا. اتكل على الله يا راجل. السلام عليكم. مع السلامه. في ايه؟ مالك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ مالك في ايه؟ اي خدمه؟ لا لو فيه زبون عايز يشتري لحمه بريال قال يبقى فيه. نعم. اللحمه بريال قال. اقل حاجه عندنا نص كيلو ب3 جنيه ونص. نص كيلو مين يا؟ احنا بنشتري اللحمه بتاعتنا بالجمعه.
بنشتري بال10 كيلو بال14 كيلو بالك، وفي العيد بنبيع عجلين. اي والله بنبيع عجلين. البريال لحمه ايه؟ ده الريال دلوقتي بياخدوا المنادي بتاع العربيات. بقول لك ايه، خلصني، عايز ايه؟ عايز بريال عظم. عظم للكلب. كلب؟ انت بتبص لي ليه؟ للكلب بتاعي اللي في البيت. مش باين عليك عندك كلب ابدا. وهو الناس بيبان ان عندهم كلاب ازاي؟ بيهوهوم. بقول لك ايه، خلصنا انا ما عنديش وقت. عايز بريال عظم للكلب. ما تبصليش، قلنا للكلب. ايه ده؟ دي لحم. 2 كيلو لحمه هتغدى بيهم. تتغدى ب2 كيلو لحمه؟ ايوه، بطني وانا حر فيه. قال على راي المثل اقرع ونزهي. اقرع ونزهي؟ يا ست اقرع بس عيش. اقرع على نفسك، لكن جوازك من بنتي لا. ليه يا ست ام علي؟ هو انا مش محوش معاكم؟ ينيلك، هم 605 مرطوش هتتجوز بيهم؟ لا، 605 جنيه. 605 جنيه تتجوز بيهم؟ يا ست ام علي العروسه موجوده وانا موجود، والفلوس ما بتسعدش حد. البوتاجاز بكام؟ 5 جنيه. والتلاجة بكام؟ وما وأوضة النوم بكام؟ يا ست النوم على أرخص حاجة. أيوة، عايز تتجوز بنتي وتنيمها فوق السطوح. أمال أعمل إيه يعني طيب؟ شوف يا رمضان. نعم. ما تزعلش مني. أنت لا تصلح للجواز. متلكن. متلكن ليه بقى؟ ناقص إيد؟ ولا ناقص رجل؟ ولا ناقص منخار؟ لا، ناقص فلوس. ما كل الناس ما معهاش فلوس، عشان كده ما بيتجوزوش. يا ست ما تكلمي عليا. وهتتكلم تقول ايه عليا؟ يا ماما بالتفاهم مش كده. واحد بقاله 3 سنين بيحوش لي ب 605 مرفوض. ب 605 جنيه. يا ماما اعذريه، هيعمل ايه بس؟ وانا كمان يا بنتي هعمل ايه؟ ما هو كمان لازم يعذرني. ارميكي يعني؟ افرض ان دي اختك، ترضى تبهدلها مع واحد زيك؟ واحد زيي؟ ماله اللي زيي يعني؟ يا ستي انا لا هبهدلها ولا حاجه، انا هحطها في نن عيني من جوه. من جوه؟ ايوه من جوه. مقليسه قوي يا ابني، احنا مش عايزين عينيك، عايزين جيبك. الوقت اللي احنا فيه ده وقت فلوس. معاك فلوس؟ لا، معايا براطيش. خلاص، تبقى برطوشه ما تسواش. ما تزعلش مني. الله، هو انت ترزعيني الكلمه وتقولي لي ما تزعلش مني؟ اعمل لك بلتك ايه؟ جبلتي يا ست ما تعمليش حاجه، حقك عليا. رمضان استنى بس يا رمضان. يا اختي اقعدي راحه ورا بتعملي ايه؟ يا ماما حرام عليكي كده. حرام عليا حتى نافوخك. بعد الشر عليك يا بنتي، ده مش هينفعك، ده هيفضل عايش كده على الحميد المجيد. اله ربنا يخرب بيتك يا ام علي، لا طمر فيها الرز ولا طمرت فيها السمنه ولا طمر فيها الميه اللي هدت حيل. يا ابني اهدى، بكره كل شيء يتصلح. ولا بتتصلح ولا بتتنيل، دي وليها طماعه. اي والله طماعه. بس شويه شوربه وعظمتين للكلب، انما ايه؟ جاكي كلب لما يبقى ينهش مصارين اللي جابوك يا ام علي. اله يا رب تطفح الرز، اله يا رب السمنه تبقى تنزل تشعوط مصراك الغليظ. انت والجزار اللي عايز ناكل الكلب بريال. امال الموظف اللي زي حالاتي ياكل بكام؟ ما هو يا ابني انت لو كنت كملت الحقوق مش كان بقى وضعك احسن؟ هم يعني السباكين ولا الميكانيكيه ولا الرقاصين معاهم حقوق؟ طب ما انت عربجه اهو، وشوف انت بتاكل ايه وانا باكل ايه. الله 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 الله، احنا هنوق ما قلت تعالى كل معايا وانت اللي ما رضيتش. ثم حقوق ايه اللي كنت هكملها؟ ده انا قعدت من سنه اولى لسنه تانيه في 6 سنين، كنت هلاقيها منين ولا منين؟ هلاقيها من الخزنه ولا من قانون العقوبات ولا من الجنايات ولا من الطوابير الجمعيه ولا من مجاب الميه ولا من مجاب العيش ولا من قله ادب المدير العام؟ طب دلوقتي ناوي تعمل ايه مع حماتك؟ ضروري هنلاقي حل، ضروري. ما تيجي نبادل، انت تاخد العظم وانا اخد الفراخ. ما انت كنت فراخ كتير، انت مستني ايه؟ ما تيجي نبادل يا جدع، مش كام فراخ. دوق انت بس، دوق انت العظم دي هتلاقيه هايل. اي والله. طب انت مستني حاجه من الدنيا؟ يا راجل اتكل على الله. السلام عليكم يا مغاوري. سلام رمضان. ازيك يا ولا؟ الحمد لله على السلامة يا سلام رمضان. ازيك؟ الحمد لله على السلامة يا سلام رمضان. مالك يا واد بيسأل بغلي كده؟ ايه اللي بيحصل دي؟ ايه في ايه؟ انتوا قلبتوا الدار لقبة للجواميس؟ ايوه.
اصل ابويا العمدي مخلي كل حته في الدار دلوقتي تجيب فلوس. هو ما بيستنى غير سيره الفلوس؟ نهايته خلي العمده فين؟ موجود جوه. اتفضل يا سلام الله. يلا اتفضل. قلتوا ايه؟ السلام عليكم. عمرك السلام عليكم. اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا بيكم. ازيك يا خالد؟ رمضان. اهلا وسهلا. مال وشك اصفر كده يا عكر. ازيك يا خالد؟ ازيك يا هنداوي؟ بارك الله فيك يا رمضان. ازيك يا شيخ؟ اهلا يا خالد. اهلا بك انت. يا الدنيا حر ولا حاجه؟ يا بس عشان انت جاي من صافا. ازاي مصر واللي فيه؟ مصر كويس واللي فيها كويسين قوي. ازيك انت يا خالد؟ هي الدنيا ساعة باين. يا ابني ما ترسلك على بار. ساقعة ولا سخن؟ اي حاجة يا خالد. حاجة ساقعة حاجة سخنة اي حاجة تشتري وخلاص. طب ما تقول كده من الاول. اديني اقول. شاي اللي جوه. علي النعم ما في شيء ولا نيلة جاي. ها؟ ازيك يا خالد؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. نستاذن احنا بقى يا حضره العمده وسيبك مع الاستاذ رمضان. طب اديله يا جدع الفلوس قبل ما تقوم. اهم 8000 جنيه جبناهم من التاجر اللي قلت عليه يا عمده. عددهم بايدي. تحب اعدهم لك تاني؟ 8 اساتك. كل استك في 1000 جنيه. ده رايح يا هنداوي. انت ما بتفهمش يا ولا. الله خلي العمده عمال بيغمز لك عشان ما تجيبش سيره الفلوس قدام. انت حمار. سلام عليكم. مع السلامه. سلامات يا رمضان. اهلا يا خالي. عارف يا خال، الدنيا مرة تبقى ساقعة ومرة تبقى سخنة ومرة تبقى هفتانة. جعان. وافرض يعني ما انت هتقول غدا اللي جوه. غدا اللي جوه. يبقى بني. خير يا رمضان. خير ان شاء الله يا خال. خير. انا كنت جاي لك في مشوار سريع كده. كنت قصدك في قرشين. كنت عايز رزمة يعني. منين يا؟ من هنا. ثم انا شايف وسامع دلوقتي ان ربنا فتحها عليه. إشي بقر وإشي معيز وإشي خرفان وإشي جواميس. وما تنساش كمان ان ارض امي كانت جواميس عليه. عملت لك خير قد كده. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ بلاش الغادي عليه جوه. قال يعني كان هيجي. انا ما احبش الكلام العيوب. ارض امك انت كلت بقى من زمان. كلت بقى ايه؟ حادق وبتاو؟ هتحاسبني على الحادق والبتاو اللي كلته؟ بلاش يا سيدي حكايه الارض. خلي علشان خاطر رابطه الارحام اللي بيني. وانت صغير عشان تشحت. شحط طويل عريض مستوظف في الحكومه وجاي تشحت. ثم هجيب لك من ايه؟ انا ما حلتيش حاجه. ما هم لسه مديلك 8 رزم على قلبك قد كده هم. دي فلوس ناس. قوم يا رمضان. قوم يا اخويا الحق عربيه مصر قبل ما تفوتك. بالسلامه يا اخوي وسلم لي على الناس اللي في مصر. الهي ربنا يجيب لك شطه في الجواميس بتاعتك. الهي يا رب اللي ياكل لحمه من بتاعتك يجي له بقى الصعاب ويمشي هو في السك وانت اوله. عمال بيغميس لك عشان ما اعرفش حكايه الفلوس. خفت انت خفت اضربك. ايه؟ السلام عليكم. اهلا يا بشبيش. اتفضل. برافو عليك يا بشبيش. كويس انك جبت الشنطه. بس انا عايز افهم هتعمل بيها ايه؟ وانت منك دلوقتي تعرف كل حاجه. شحتوت. ايوه يا معلم. عارف هتعمل ايه؟ عارف يا معلمي. امسك شنطه زيها بالظبط. ما يفرقوش عن بعض ملي. ايه الوساخه اللي فيها، الخياطه اللي فيها، صوره منها طبق الاصل. ماشي يا معلم. اضرب يا بشبيش. اضرب يا بشبيش اضرب. بكره نضرب ضربتنا الكبيره قوي. الظاهر الحل هنا ولا ايه؟ مش معقول. مش معقول ليه؟ ما متسددة من كل حتة. لا تتسد في وشك يا عيشة ام علي. تبقى تمشي تشحت في الشوارع. ايه مالك؟ سرحان ليه يا استاذ رمضان؟ بتفكر في ايه؟ انا اتجهزت يا اخي. اهو كل واحد بيفكر في خيبته. يبقى بتفكر في الفلوس. فلوس ايه؟ اجري اجري كده خيبه. انت فاهم حاجه؟ اجري. يبقى انا ما قلتش غلط بقى. ما هو ما دام النهارده 27 منه يبقى كله بيفكر في الفلوس.
بلاش كده يا سي رمضان. هقول لك حاجه بقى يا هاني. طب انا اعرف موظفين بيعدوا اخر الشهر بالساعه مش باليوم، عشان كده مش فاضيين يشتغلوا. وهم هيقطعوا نفسهم هيعدوا ولا يشتغلوا؟ يسلم بقك. حلوه. ايه دي اللي حلو؟ النكته. نكته؟ النبي انت فايق ولا يا بشبيش؟ اهو شويه كده وشويه كده يا سي رمضان. الله، ايه الكتاب ده؟ قانون العقوبات؟ انت هترجع الحقوق تاني؟ رمضان علي ازاي؟ ده انا كنت دلوقتي وحشني قوي يا رمضان. والله وانت وانا عندك بتعملي ايه؟ تعالي هنا. روحي إله ربنا يسد ابواب الجنه في وشك والنار كمان عشان تحتسي في الاخره ما تلاقيش حته تاويك. مالهم 605 برطوش. ايه رجعت الشنطه مكانها؟ كله تمام. وفاهم هتعمل ايه؟ فاهم كل حاجه. بقول لك ايه، المهم بقى انك انت ما تركبش معاه، تعمل المستحيل عشان تزوغ منه. ازوغ منه ليه؟ لا ما فيهاش ليه، هو لازم كده. وقوم انص بقى على المصلحه وتشوف شغلك عادي لحد ما نتقابل. عشان يلبسها قول لي. ها؟ قول لي. ما تقول لي انت يا جدع، قول لي يعني لوحده. الله، والفلوس هتودوها فين؟ احنا هننام عليها لحد الموضوع ما يهدى خالص. وانا مش ضمني ان انتوا مش هتضحكوا عليا. يا جدع عيب، ربنا يديم معروف، احنا ما نخونش بعض. ثم احنا هنروح منك فين؟ وبعدين ما انت ممكن تبلغ عننا وتكشفنا ونروح كلنا في حديد. عليك نور. ربنا ما يجيب حديد يا اخي. جهزت التاكسي يا شحاته؟ كله تمام. خلاص، وما نتقابل بكره الصبح انا وانت قدام البنك. ماشي يا عمنا. فلوسك تمام يا سي رمضان؟ تمام يا عم حافظ، كل شهر وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي. شايلنا يا بشبيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بقول ايه يا استاذ رمضان؟ عايز تقول ايه يا بشبيش؟ انا كنت عايز اقول لك حاجه. طب ما انا كمان كنت عايز اقول لك حاجه. ما تقول. لا قول انت الاول. انا بقول يعني اسيبك وانت تروح المجمع لوحدك. ليه؟ اصل عايز اشتري الشاي والبن تموين كل شهر يعني. تعرف انك انت ابن حلال؟ ليه؟ لانني كمان كنت عايز اقول لك اسبقني، علشان التاكسيات ما بتقفش الا للزبون المفرد، فانت لما هتمشي هلاقي بدل التاكسي 2. ايوه بس انا خايف يعني تستتقل الشنطه. شنطه ايه اللي هستتقل؟ ما انا متعود عليه كده. طب استأجز انا بقى. يلا خد بالك دي عهده. يلا بالسلامه. يلا ربنا يوفقك يا بشبيش. يلا يا اخوي مع السلامه. السلامه يا بشبيشي. السلامه يا اخوي. السلامه يا بشبيشي. لا مؤاخذة يا اخي. ايه ده يا اخي؟ انت فتح؟ لا مؤاخذة، جت سليمة. جت سليمه يعني ايه؟ ده انت كنت هتموت. والله ماشي بكلم نفسي، مراتي بتولد. وانا مال؟ مراتك بتقولي كنت هبلت الهبله دي؟ معلش، حقك عليا، حقك عليا. يلا روح. تاكسي فاضي؟ على فين؟ هديك اللي انت عايزه. على فين يعني؟ البغاله باب الشعريه. اخد 5 جنيه. انا موافق.
شويه وخلصنا انا وانت كمان بنتامر. طيب عليا النعمه من نعمه ربي ما نبقى اقبض حد. الله، هو انت بتديني بتجيب اللي خلفوه وكمان بتجيب ست اللي خلفوني؟ طب يمين على يمين السابق ما حدش شاف مني ملي معه. الله، لا ده ما بدهاش بقى، انا هقف جيب لي 60 داهيه. عيب يا امين افندي، ده رمضان ده حته السكر. الله يسكر مقدارك يا سعد عزيز. طب يا عم حقك عليا انا، اتفضل افتح الخزنه وقبضنا. اقبضكم؟ شوفوا انا مفيش، انا بح. نعم انا بح بصراحه يا اخواني عشان ما شحتفكوش معايا، انا اختلست الفلوس. مش معقول ابدا، مش معقول هزار ايه؟ بقول لكم بالفم المليان انا اختلست الفلوس. طمعت فين؟ الله، غريبه دي. يا رمضان افندي بطل هزار وقبضنا، احنا ورانا التزامات الله يخليك. يا ابني ما الخزنه فاضيه قدامكم اهي فاضيه. في 35 قرش تاخدوهم دلوقتي تفكوا نفسكم بيهم. طب وليه انك ما جبتش فلوس من البنك؟ دي مساله كسل بقى. احفظ لسانك يا اخي، انا بقالي 15 سنه بشتغل، لا عمري كسلت ولا عمري خدت تعريفه من حد بدون وجه حق. امال فين فلوسنا؟ الله، ما تقول لها يا اخي اختلستيه، والله العظيم 3 بالله العظيم اختلستيه عشان تبقى ملحوقه على المروح قوي يا اختي. لا ده انت مؤكد حصل لمخك حاجه. عيب يا اخيني، انا اعلم منكم كلكم. وفي واحد عاقل في الدنيا يقول الكلام ده؟ والله ده اللي حصل بقى. لا مش هينفع الكلام ده. اوعى تتهور، اوعى تتهور انا عاصدك يا اخيني، اوعى تتهور ليحبسوك، ده اعتداء على موظف عام. خد انت ال 35 قرش دول ليه كلهم؟ اديهم ايه؟ خدهم يا جدع 35 قرش ايه؟ يا اخوانا احنا لازم نروح للمدير العام ونشتكيه عشان نشوف صرفه في الجدع ده. يلا بينا يلا بينا يلا يا فندم. ايه اللي حصل ده يا سي رمضان؟ هي صورة، انا عارف اقول كل شويه قلت لك يا اخي وانت سامع، ابني اعمل لي شاي. حاضر. الله، ايه الحكايه؟ الله، هو سرق فعلا؟ امال اللي احنا خدناها دي ايه؟ صابونه؟ ولا يكونش اتجنن عشان اكتشف السرقه؟ والله ما انا عارف، يمكن انا اللي هتجنن. انا مش عارف ايه الحكايه بالظبط. السلام عليكم. خير خير يا فندم، ايه التهريج اللي بيحصل ده؟ تهريج ايه لا سمح الله؟ ازاي ما تقبضش الموظفين دي لغايه دلوقتي؟ ثم ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لهم على الحقيقه. بلغت البوليس. بوليس؟ بوليس ايه يا فندم؟ هم مش قالوا لك اللي انا اختلست؟ يعني الكلام ده مظبوط؟ ايوه مظبوط. انت عبيط ولا بتستعبط؟ ولا عبيط ولا بستعبط. تبقى اتجننت؟ ولا اتجننت ولا حاجه. حضرتك المدير العام واني رمضان وده تليفون ودول الموظفين وبره السكرتير الغليظ بتاعك اللي اسمه عزيز. ثم واحد اختلف، فيها ايه دي؟ واحد شايل دقنه، التاني زعلان ليه؟ هو اللي يختلس يقول انا اختلست؟ وبمين انا راجل ما احبش اللف ولا الدوران، ابقى غلطان؟ يا رمضان يا رمضان، انا كراجل مسؤول ما اقدرش اسمح بمهزله زي دي، انا مضطر ابلغ البوليس. ما قلنا كده من الصبح ما سمعتوش كلامي. انت حر، اتفضلوا على مكاتبكم. اما انت بقى فانا مضطر اتحفظ عليك في مكان امين. اطلب لي اسم قصر النيل. هي يا رمضان، انت ناوي تتعبنا يا ابني؟ يا بيه انتوا اللي عايزين تتعبوا نفسكم، واحد بيقول لكم انا اختلست وبعدين؟ ولا قبل ايه؟ سيادتك تعمل اللازم وتخلصني. وايه هو اللازم بقى يا سي رمضان؟ محضر وسيادتك تكتب فيه ان المذكور اختلس مبلغ 400,000 جنيه و94 قرش ونص، واعترف المذكور باختلاسه المبلغ، وسيادتك تحول المحضر للسيد وكيل النيابه الذي يامر بالقبض عليه وحبس حبسا مطلقا على ذمه التحقيق. بس في حاجه دي؟ هو انا هعرف سيادتك شغلتك لا مؤاخذه ما تفرجش حق كده ولا ايه؟ ما تقول انت اسمك ايه؟ ده الاختلاسات يعني شغاله ولعه. ده انت مصيبه،
انت مين اللي لقحك علينا؟ قال لا هو انا عشان جيت لكم دغري ابقى بتلاقى عليكم؟ حاجه يا اخي انت مالك مكشر كده ليه كده؟ ادخل. سيادة وكيل وزارة. خليه اتفضل. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. اتفضل يا فندم. الوزارة مقلوبة. اتفضل. خير. تم ايه؟ مصمم يا فندم على اقواله، بيقول ان هو اللي اختلس المبلغ. ليه يا رمضان ايه؟ وكيل الوزاره بيقول يا رمضان يا ابني ده ايه الامل اللي الواحد فيها دي؟ اخيرا بكلم وكيل الوزاره وبيبتسم لي ابتسامه ذات مغزى. شوف هذه اهميه ان تكون مختلس، انك تكلم وكيل الوزاره شخصيا. ليه يا ابني كل ده بس؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ وكمان بنتعاتب عتاب الاصدقاء. شوف الحلاوه. يا راجل ده انا حفيت عشان اقابلك، دول قالوا لي انت اتجننت، سراب بنكله يقابل اللي به وكيل الوزاره، ده يعتبر تخاطب الرؤساء وتروح في سين وجيه. خير. كنت عاوز مني حاجه؟ كنت عايز اشكلك وجهتي، كنت عايز اقول لك تقول الكمبيوتر بتاعكم ده يختشي على دمه ويديني شقه ولو اوضه وصاله نيل اتجوز فيه. يا ابني ما انت عارف الكمبيوتر ما الناس سيطروا عليه. ما هو يا ابني الكمبيوتر ده بيشتغل عندكم، ويا ابني انتوا اللي بتدوا له المعلومات، ويا ابني انتوا اللي بتاكلوه الكوسه، بدليل انه عمره ما ادى الا للمدير العام والمراقب العام والمشرف العام والمتنايل العام. على كل حال يا ابني اذا كانت ضاعت منك الشقه هنعوضها لك بحاجه تانية احسن منها 100 مره. ايه رايك يا سيدي؟ هديك حته ارض تبني عليها اللي انت عايزه. فين؟ في السلوم. في السلوم؟ المستقبل كله هناك. لا وايه؟ الجمعيه عامله المتر هناك ب50 قرش. عايز نسكن بعيد عن القاهره ب 450 كيلو؟ دي تبقى تصيف فيها يا ابني. اصيف ايه؟ هو انا عارف اشت الاول لما هصيف؟ انت عملت زي لما وزعته علينا كاستور، طلع نصيبي متر ونص، وديتهم للترزي قلت اعملهم لي اي حاجه، عارف قال لي ينفعوا ايه؟ ايه؟ بالظبط زي ما قال لافندي كده. اعقل يا ابني ورجع الفلوس. مستني كلامك انا. هتودي نفسك في ده يا سيدي الله يشكرك، الله يخليك، شاكرين قوي. يلا والنبي يا حاج مأمور، يلا وحياة ابوك خلصت، يلا يلا اعمل اي حاجه، البيه الوكيل هيبقى يتصرف، والبيه الوكيل عايز يتغدى مع اولاده كمان، يلا. حاضر حاضر يا سيدي. خدوا يا وكيل حسنين حطوا في العكس. حاضر يا فندم. ربنا يخليك يا شيخ، زخرت وجعلت زخر للعداله، يلا يا حسنين يلا. باي باي يا وكيل. باي باي يا ابني. باي باي يا اخويا. يلا يلا امشي قدام ما تخافش، امشي خايف من ايه؟ يلا نجرب قدام امشي. خد اذن من النيابه بتفتيش بيت المتهم واعمل تحرياتك يا سعيد. حاضر يا انما انت مودينا على فين؟ موديك تشرب القهوه في الشارع. انا بشربها مظبوط. يا دمك يا اخي. بقول لك ايه؟ ما تيجي بدل ما نروح حجز مع ناسي نروح على السجن على طول ونخلص. ده انت مستريح قوي. لا بقول لك ايه؟ ما تزقنيش، انا بقول لك اهو. انت واخد واحد سرق 400,000 جنيه، مش واخد واحد سرق جوز فراخ ولا نشيله جوز جنيهات. انا بقول لك واحد سرق نفسك. طب تعالى خش يا ضمر. ده برضه بيزوق. ازيكم يا اوباش؟ يا سفلة القوم. مش انتوا سفلة القوم برضه؟ واوباش؟ دي اوضه رمضان؟ اي. فتشوها. ليه يا حضرة الضابط؟ رمضان اختلس مرتبات الموظفين. رمضان كويس قوي يا حضرة الضابط، مش ممكن يمد ايده على حاجة غير. ده اعترف. مش ممكن، انتوا اكيد ضربتوه. احنا ما نضربش حد. معقول؟ معقول رمضان يعمل كده؟ مش معقول. مش ممكن، مستحيل رمضان يختلف. يا ماما انا متأكدة ان المسألة فيها حاجة غلط، رمضان مش ممكن يعمل كده ابدا. يا اختي كفايه الفضايح والبوليس دخل بيتنا. قال قول لي يا جدع انتوا بتدوروا على كام؟ 400,000 جنيه. 400,000 جنيه؟ بقى المسخمط على عينه ده يمشي 400,000 جنيه؟ اختلس يا اخويا، اختلس ولا ما اختلسش، المهم ان خدهم. بانه الساهي السهتل ده. يا ماما حرام عليكي بقى. مفيش حاجه يا فندم. احب انبهكم اذا كنتم مخبيين اي حاجه هتقع تحت طاقيه القانون وهتجيبوا لنفسكم الاذى. احنا ما نعرفش حاجه، خليكم ماسكين في الحمار.
الحمار قال ده احسن لحمير. يا اخوانا عيب كده العطره دي مش معقول. هنفضل مرمين كده لغايه ما تخلصوا اجراءاتكم؟ اسكت يا جدع انت، اسكت وروح اقعد مكانك. وحياة ابوك يا عسكري يروح يقول لهم الاخ رمضان زهق من القعده. قلت لك اسكت لحسن اقوم اكسر دماغك. يا جدع صلي على النبي كده، وانت تقدر تعمل حاجه؟ حق عليا يعني اللي عايز افضلكم مكان لزاهر اخر. ارجع مكانك يا اخينا انت. رمضان علي ازيك يا رمضان؟ ازيك انت علي؟ عارف انت ايه اللي حصل يا رمضان؟ بعدين هقول لك كل حاجه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا جايبه لك لقمه. تعيش يا علي تعيش. هات منها الاكل يا عسكري. انت بتتامر قوي. والنبي يا اخويا تديله الاكل. حاضر يا ستي، هو مسموح له باكل مدني بس امشي انت. روحي انت يا علي، روحي وحطي في بطنك بطيخه صيفي. ازاي بس يا رمضان؟ يا ست امشي بقى ما تودينيش في داهيه. الله امشي مكانك يا جدع انت. مش لما تناولني الاكل الاول؟ حاضر يا سيدي حاضر. اتفضلي يا ستي. مع السلامه وانت حلويت وبقيت ملفوفه كده. اتفضل. تمام يا فندم. اتفضل انت. تعالى هنا انا بقول للعسكري. اقعد يا رمضان. يا رمضان كل تقارير المباحث اللي قدامي بتقول انك كويس وسمعتك طيبه وانك ماشي دغري. ما هو دي اللي انا بقوله يا بيه، انا فعلا ماشي دغري. عشان كده لما اختلست جبتكم على بلاطه كده على طول. مش احسن ما كنت حرقت لكم الخزنه وتقعدوا تحققوا موسين وجين وتقلبوا دماغكم؟ لا يا بيه لا، ويمكن انكشف او ما انكشفش. انا ما بحبش الطرق دي. انا لا بتاع مس كهربائي ولا عقد سجاره. اختلاس، واختلاس حقيقي وقوي وواضح، وديتها معروفه من 7 ل 10. من 7 ل 10 ايه؟ من 7 ل 10 سنين سجن، كما هو الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. يعاقب بالاشغال الشاقه المؤقته كل موظف او مستخدم عمومي يختلس اموالا او اوراقا او امتعه سلمت اليه بسبب وظيفته. وانت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ الله، لا انا ما قلتلكش. قال ايه يا سيدي؟ كنت انا طالب في الحقوق بس بطلت دلوقتي، بس حافظ الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات كويس قوي، كويس قوي قوي قوي. بس يوم واحد سجن بفلوس الدنيا كلها يا رمضان. طب وايه يعني؟ ما انا مسجون جوه نفسي ومفيش حاجه عارف احققها. طب ما تاخذنيش انت لو مسجون جوه نفسك العن 100 مره مما لو استجنت في سجون مصر كلها. يلا بيه يلا خلصنا وحياه ابوه، يلا دي القضيه جاهزه وواضحه والزبون مدب ومعترف واحنا جاهزين، احنا جاهزين قوي. طب ليه عملت كده يا رمضان؟ قصدك البواعث يعني يا بيه؟ هي ده عايز اسال. واحد تحت ايده 400,000 جنيه حسبته، لقيت نفسي عمال ما اخرج على المعاش هاخد 6000 جنيه نقطه نقطه. طب خليك انت مكاني. تاخد الحكايه ببساطه قوي. ما هو يا بيه لو قانون العقوبات بيقول ان المختلس يعدم كنت فكرت شاورت عقلي، لان العمر مش بعزاء. وحتى لو غيرت القانون دلوقتي مش هيطبق عليا. ليه بقى؟ لان الجريمه حصلت في ظل القانون القديم. ها منطق مش كده؟ انت طلعت لنا منين؟ واشمعنى انا يعني اللي طلعت لكم منين؟ ما الدنيا مليانه حراميه. طب فكر وارجع في كلامك وانا هحفظ المحضر. افكر في ايه؟ يا سعاده البيت انا لو كان حصل عندي 50 جنيه عجز في الخزينه كانوا اعتبروها اختلاس زيهم زي ال 400,000 جنيه. هيطبقوا الماده 112 الباب الرابع من قانون العقوبات. جنيه زي 1000 يبقى انسرقت تسرق جمل. مش واخد بالك انت؟ على راي الوليه القرشانه بتاعت الكرو. يعني مفيش فايده في دماغك؟ انت بتضيع وقت سعادتك. خلي بالك كويس ان احنا هنجيب الفلوس وساعتها لا هتطول ابيض ولا اسود وهتتحبس برضه. وما حياه فرص برضه يا باشا. طب انت هتخرج دلوقتي. اخرج اروح فين؟ هتخرج بره. هتروح. لا ليه؟ كده هتدفع كفاله وتروح لغايه ما يتحدد لك جلسه. طب انا ما عنديش فلوس ادفع الكفاله. ما عندكش فلوس؟ واحد 400,000 جنيه وما معكش فلوس؟ لا ما هم دول ليهم اوان تاني خالص، ولا العفاريت الزرق يعرف مكانهم دلوقتي. لما اخرج من السجن وعليه خير بقى يبقى فيه كلام تاني على راي محمد لطيف. شفت ماتش الاهلي والمحله؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. يعني انت مش عايز تخرج بكفاله؟ يا بيه انا عايز القضيه تخلص اوام والحكم اوام والسجن اوام عايزين نخلص. الله ايه اللي هيخرجني ويدخلني؟ على كل حال انا اقدر اخرجك من غير كفاله بضمان بطاقتك الشخصيه او محل سكنك. اهو تلاقي لك محامي يدافع عنك. والله يا سعاده الباشا المساله لا محتاجه محامي ولا غيره. القانون واضح والماده معروفه ومحفوظه.
انما بدل حضرتك عايز تخرجني خرجني، يمكن ليك هدف تاني. طب هات بطاقتك الشخصيه. معيش بطاقه. ايه وروني بقى هتعملوا ايه؟ ولا يمكن حضرتك اهو، لا في بطاقه اهي اهي، يمكن ليك هدف تاني. بس شفت الصوره بتاعتي حلوه. طب اتفضل اديها له. حاضر. صوره جميله من ساعه ما كنت في الاعداديه. اي والله. اتفضل هات يا سيدي. اتفضل. ما تخلي. مع السلامه. اي والله خلي التذكار مع حد. مع السلامه. السلام عليكم. مش عايزين اي حاجه من بره. مع السلامه. السلام عليكم. راح فين يا فينا؟ خش. ايه يا جدعان؟ البه الوكيل هو اللي خرجني. سيبه عسكري. ده حاجه عجيبه، عمرك شفت حرامي بيخرج؟ ده بيبقى قاتل وبيخرج بجفال، بيضيعوا وقتهم. اتفضل. لا مش انت، انا بقى المره. السلام عليكم. عايزكم تراقبوه كويس. تفتكر سيادتك انه مش عامل حسابه؟ اكيد عامل حسابه طبعا، لكن اهو اجراء يمكن نعرف بيه اي معلومات تفيدنا عن مكان الفلوس. المهم عندنا دلوقتي الفلوس. حاضر يا فندم. ايوه انا اللي انت ايه هربت؟ ايوه هربت، واللي هيلاقيني هيديله مكافأة 50,000 جنيه. حرامي حرامي. اوعى كتك كده حرامي. حرامي ايه كتكنين؟ احنا ناقصين؟ هم راضيين حد يسجنوني؟ يلا امشي بلا قلبي يا كفار. رمضان. ماما يا ماما. ايوه يا عليا في ايه؟ رمضان جه يا ماما. رمضان الحمد لله على السلامة. ازيك يا علي؟ ليه عملت في نفسك كده يا رمضان؟ ازيك يا رمضان؟ ها عملت ايه؟ خدوا منك الفلوس؟ هم مين دول؟ الحكومة. ما يقدروش. امال حصل ايه؟ سابوني لغايه ما حددوا ميعاد الجلسه. يختي عليك اسم الله يا اخويا، انت تعبان. خش يا حبيبي. اهلا وسهلا، خطوه عزيزه. اتفضل يا اخويا اتفضل. اقعد يا حبيبي. اتفضل اتفضل يا حبيبي. اهلا يا روح قلبي. عليا اعملي شاي لخطيبك ولا اقول لك اعملي شربات؟ لا بلاش. امال عايز ايه يا اخويا؟ انا جعان. يا عينيا الاثنين، دقيقتين وهحضر لك الاكل. يختي عليك وعلى جمالك، اختي حلاوتك. قال قول لي يا اخويا هم صحيح كام؟ هم ايه 2 دول؟ مليون. ايه؟ 2 مليون. 2 مليون؟ يا نهار ازرق، هي الاخبار عقبال ما وصلت هنا بقوا 2 مليون؟ امال كام يا عين امك؟ مفيش والله ما في. هم 400,000 جنيه يا عمي. عمي ازاي بقى؟ حلوين يا اخويا حلوين، دول يبنوا 4 عمارات ويجيبوا تاكسيين ويخلوا العيشه نغنغه. اما قوم يا اخويا اعمل لك لقمه تاكلها يا ضنايا. ربنا يخليك لشبابك. عليا خلي بالك من خطيبك يا حبيبي. ايوه خلي بالك مني لنط من الشباك. بايخه مش كده؟ عملت كده ليه يا رمضان؟ عشان نعيش. امتى؟ كلها كام سنه. اكني سافرت اي بلد عملت قرشين ورجعت. بس دول بقى مش قرشين، دول 400,000 جنيه. اموال الدنيا كلها ما تساويش انك تعمل فيا وفي نفسك كده. كفايه انك هتبقى رد سجون. يا ستي رد سجون رد حواري، الناس ملهاش غير اللي قدامها. ثم انت مش كنت زعلانه ان انا ما عنديش شهاده جامعيه؟ ادينا هجيب لك شهاده جامعيه من جامعه ابو زعب. انا ما بهزرش دلوقتي يا رمضان. خلاص على العموم الكلام جه متاخر يا علي. مش متاخر ولا حاجه، انت ممكن ترجع لهم فلوسهم. لا ده احنا نبقى بنهزر بقى يا ست علي، وانت فاكراني يعني لما هرجع لهم فلوسهم هيحبوا على راسي ويسيبوني؟ وليه لا؟ الجريمه وقعت خلاص، كده ولا كده داخل السجن وفقد وظيفتي. ثم انا عايز اعرف بقى بصراحه، انت قلبك عليا ولا على نفسك؟ تلاقيكي خايف فلا غيب عنك وما تتجوزيش بسرعه. ما تخافيش طمني، الناس بتوصل 45 سنه دلوقتي وما تتجوزش، بس بيمشوا يكلموا نفسهم في الشوارع. انا ما بتكلمش على الجواز، اللي بيني وبينك اكبر من الجواز. اكبر قد ايه؟ كام كيلو يعني؟
خليك واقعية عليه. من يومين 3 امك ما كانتش طايقاني، دلوقتي بتقول لي يا ضناي. احنا في زمن بطاقة الانسان فلوسه 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 بس عليه. اسأل الجعان. جبت لك كوسه ورز وفراخ، انما ايه هتاكل صوابعك وراهم. قوم يا كبد. كبده. احنا بنحلم ولا ايه؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ الحكايه بسيطه يا اخينا، ده فكر في اللي احنا فكرنا فيه في نفس الوقت. يعني هو فاهم دلوقتي انه سرق الفلوس فعلا؟ مفيش غير كده. طب احنا مستنيين ايه دلوقتي؟ ما نوزع بقى، كل واحد ياخد حقه ونبشبش الانتيكه، ولا ايه يا هلوتي؟ لا بشبيشي، انا مش موافق على الكلام ده. ممكن الواد ده يكون اخبث مننا ومرتب لنا حاجه، احنا ننام له في الذره لحد ما نشوف ايه الحكايه. عندك حق يا هلوتي، تخاف. الخوف اجدع عشان في الضمان، واللي بيأكد لي نظريتي انهم خرجوه كفاله. انا سمعت انه خرج من غير كفاله كمان. رايح فين يا حنين؟ الله اكبر، قاموس الفاظك بقى حلو قوي يا حماتي. انت طول عمرك غالي عليا يا رمضان. تعالى كل لك لقمه. اكل ايه يا وليه؟ ما انا لسه متغدى. وماله، كل كمان. هتنزل على لحم بطنك. تعالى انا عايزك في كلمتين. تعالى تعالى. كلمتين ايه؟ بس تعالى. نعم، عايز ايه؟ انت طبعا مدكن الفلوس. ايوه طبعا مدكن. ما نجيب اشيلهم لك معايا. هتشيلي لي 400,000 جنيه؟ وماله، في الحفظ والصوم. طب ما انا اشيلهم في الحفظ والصوم. طب هتدفع المهر امتى؟ يا حماتي انسى الفلوس دلوقتي خالص. يا ابني قبل المهر ما يغلى. يا ستي بقى خليه زي ما انت عايز، انا جاهز. طيب يا ضنايا. هتفضلي قاعده كده على طول؟ مش هتقومي؟ حاضر. قوم، انا عايز اقفل الباب. طيب مالك انا. قومي. لخبطتني. سلام يا رمضان بيه. بعد سمكيكا كل واحد يروح لحاله، هنتكلم كلمتين. تعال يا رمضان. والزمها ايه المصاريف دي يا عم سويلة؟ خيرك سابق يا عم رمضان. يترد لك ان شاء الله في قضيه تموين. طول عمرك دمك زي العسل. انا جايب لك شويه بقاله حلوين قوي. كتر خيرك، كتر خيرك يا عم سويلة. بقول لك انا عايزك في كلمتين. نعم. شوف يا سيدي دلوقتي لا مؤاخذه في دي الكلمه، الناس بتقلب دكاكينها بتعملها في السوبر ماركت. فكره حلوه. ها؟ وانا بقى لا مؤاخذه يعني عايز منك قرشين سلف، هتبقى حلوه وانت ابو جدعانه. سلف منين يا عم سويلة؟ الله 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 الله. من الهف اللي انت هفه. الهف اللي انا هفه؟ طب انا هفيت، انت كمان تهف. الناس لبعضيها يا رمضان. الناس اللي بعدها في الهف يا عم سويلة. الله، صدقه من اللي انت ساقه. صدقه؟ الصدقه ما تجوز الا من المال الحلال. احنا هنقوم متشكرين قوي على الهديه دي. لا يا اخويا فيه هديه دي. لا يا شيخ. يلا مزيكا، يلا امشي، بلا فلقه بلا مزيكا بلا غنى بلا يلا. يلا على رايك بلا نيلي. يا ساتر.
انا همشي من هنا، تعالى ورايا. السلام عليكم. السلام عليكم. تشرب ايه يا شويش؟ افندم تشرب ايه؟ لو انت تعرفني يا جدع انت؟ اللي ما اعرفكش بقى تبقى ماسك جورنال ولابس بلطو وجزمه ميري وعايزني ما اعرفكش. قول لي اللي بعتك مفيش فايده. انا مش ههول يمة الفلوس دي نهائي دلوقتي. انت كده بتتعب نفسك على الفاضي يا شويش. ايه حكايه شويش دي؟ هو انت لسه ما ترقتش؟ طب وبعدين؟ هتفضل طول عمرك نفر كده؟ ها؟ ما تقدم شكوى. قدم شكوى عشان يرقوك. ده انت كبرت في السن. اي والله كبرت في السن وصحتك بقت عيضه عيضه. هو انت قادر تقف على حيلك يا راجل؟ زمانك دلوقتي بقى مصولات. اي والله العظيم والله العظيم 3 بقى مصولات. الظالم وخد حقك. بالك انا لو اقدر اساعدك كنت ساعدت، كنت عرفتك سري. بس دي معقوله؟ اضحي ب 400,000 جنيه عشان واحد تافه زيك؟ دي معقوله؟ حق دي لو حصل وعرفت سري يوه كان زمانك دلوقتي طالع في الجرايد وبتسلم على المسؤولين ويدوك 2 جنيه مكافأة. انا مش فاهم حاجه. انا بقى فاهم. ايه اللي وقع منك كده دي؟ الناس بتراقب بعض بالكمبيوتر دلوقتي مش بنفر وجزمه ميري. ده انت بلوه مسيح. الله يسامحك. بقول لك ايه يا حلو، بدام انت راجل بتشتغل جامد كده ما تستقيل. استقيل؟ ايوه استقيل. اشتغل في القنده من بتوع الاستثمار او في مزرعه فراخ، هتاكل وتشرب ويدوك فراخ وانت مروح. يا اخي سيبني في حالي وغرفه 60 داهيه. ده انت علق. ما انت مالش حق. طب طلعني من البرميل طيب. انت نفر. يا جدع انت عاوز ايه مني؟ ماشي ورايا ليه؟ حرقت عشان اقول لمراتك على كل حاجه بتعملها. هقول لها انك انت بتعاكس بنات في الشوارع. يعني مفيش فايده. حويس حرش جديد يا فندم. اصدرنا امرنا بالقبض على المذكور ويحال الى محكمه الجنايات. شوف اقرب جلسه عندك. يا رمضان. افندم يا سعاده البيه. لسه مصمم على اقوالك؟ وهغير اقوالي ليه يا بيه؟ احنا الحمد لله طول عمرنا كلامنا واحد. احنا عيال جدعان قوي. جاوب على قد السؤال. حاضر يا بيه. انا بديلك فرصه اخيره. اذا ارشدت عن مكان الفلوس هيراعى ذلك عند الحكم وسيكون مخففا بما يسمح بذلك القانون. يا سعاده البيه انا لو عايز اقول على مكان الفلوس كان لازمتها ايه اللمه دي؟ دي قاعده متكلفه برضه. النيابه تحب تضيف شيء؟ النيابه مصممه على طلباتها يا فندم. الدفاع يتفضل. اود ان اضيف ان موكلي. يا استاذ انا لا وكلتك ولا شربتك، المحكمه هي اللي انت نبيتك للدفاع عنه. ثم ان الحاجات دي كلها ملهاش لازمه. انا راضي بحكم البيه القاضي السكره دي. يلا يا بيه يلا توصيلي 7 سنين ربنا يخليك. اسكت يا رمضان. خلي الاستاذ المحامي يشوف شغله. يا سياده الرئيس القاعده القانونيه بتقول انا اللي اتكلم وهو اللي يسكت. القضيه قضيتي وجوع اولى بلحم طوره. يا استاذ رمضان انا عاوز اساعدك ارجوك انت يا استاذ خليك في حالك. اقعد اعمل معروف. سيبني في حالي. اقعد الله لا يسيئك. اقعد. سيدي الرئيس، واضح ان المتهم لا يأبه بالعقاب ولا بد من الشدة مع امثاله ليكون عبرة لغيره. ايوه يا بيه انا عبرة لمن لا يعتبر. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة.
اجيب لك شاي يا رمضان؟ ملوش لزوم، ابقى اشربه في ابو زعبل بقى. يا خساره يا رمضان، ضيعت نفسك وضيعتني معاك. مفيش حد ضاع ولا حاجه. بيتهيألك. تفتكر مصيرك هيكون ايه دلوقتي؟ ومصيري انا كمان هيكون ايه؟ انت لعبت بالنار والنار هتحرقك وتحرقني. ايه الكلام ده؟ انت هتعملي لي فيها يوسف وهبي؟ انا عايز كلام اسماعيل ياسين بصراحه. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رمضان إبراهيم إسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يحيى العبد، انا بقيت غني رسمي على الجميع. عاش انتصار القانون، عاشت الماده 112 الباب الرابع لقانون العقوبات، عاش القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حره، وعاشت مصر حره، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما انتش دعوه، ما تخافيش عليا، خدي بالك انت من نفسك، استنيني، خدي بالك منها ام علي. في عينيا. ما معكش يا اخويا قرشين مؤقتا؟ منين يا حسره منين؟ مثلكن قلبي معاك يا استاذ رمضان. خلي قلبك على روحك، انت ما كويس، مش دعوه بيا خالص يا باشويش. يلا يا اختي يلا. خش يا مسؤول. الله، ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين، يا اوباش، يا زبدة المجتمع. اسمك ايه يا؟ ايه يا دي؟ مش عاجبك يا؟ الله، هو من اولها كده؟ تعالى هنا يا. اجي هنا فين؟ هاتوه. الله، بالراحة علينا شوية، مش كده. هنا ما حدش يفتح بقه. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه يا؟ ما ترد يا. انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاكر، انا بقفل بعد الساعة 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو. انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتوه. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص على ايه؟ انا بضربك انت. ما انا معاك. ايوه بس انا مش معاك. بسم الله. عيشت الله يخليك يا امير. وضبوه. ما تيجي تاكل معايا؟ طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. بسم الله. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ أبقاب. مين؟ أبقاب. أبقاب؟ من امتى؟ أنا مولود أبقاب. مولود أبقاب؟ أيوه. اللهم صل على النبي. مولود أبقاب. الظاهر يا أبقاب فيه توضيب تاني.
اشتباك فض اشتباك خدني سيبوه كله يرجع لمكانه سيبوني انا بقى سيبوني انا فض اشتباك خدني مش عايز نفس في العنبر اتأدبت يا ايوه اتأدبت واتهذبت وعرفت ليه هم بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح ما حدش بياكلها بالساهل. انت جبت الفلنه دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه ما اقدرش ده قرار من سيد المحافظ انا ما عنديش محافظ. بسم الله. عشت الله يخليك. قلت لي اسمك ايه؟ ابو اب. اب ايه؟ حد اسمه اب مش بيشي عيون مش بيشي. هتقدم الاستقالة امتى؟ لا انا مش هستقيل ولا حاجة، انا غبت هما دور في دول. لا كده ما مشيش، لازم تقدم الاستقالة عشان ما يقولوش راح فين. اقطع حلقه ساح دمه كده. هروح استقالة جدع. يا بقى ده انت تستحق كامل الاحترام. يا عم احنا ناس غلابه. غلابه مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونه وتقول غلابه؟ ده احنا حراميه كسر بقى. كسر؟ طبعا كسر. ده الحرامي مننا عامل منظره يا دوبك يوم ما ياخد له شراب تلفزيون اي حاجه من على حبل غسيل، وانت تهبد الهبده في خبطه واحده. انت هتنق؟ نقي مين يا استاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. ايه حكايه الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه لا مؤاخذه. حلو، تسمية حلوه. فعلا الجنيه ما بيستحملش عصرة ليمونه. انت بتعمل ايه؟ حتم تكنس مين؟ تكنس مين؟ انت ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكوماندا. كوماندا؟ العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت سيد المعلمين. سلام مخصوص لقصة اللصوص وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصة الحرامية، سلام للزملاء الكركية، سلام لقصة الحرامية وسلام لاخواننا الكركية. البواكي حلوين حلوين، يا سلام يا حلاوة من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ انت كبير المتصيد، انت بتصبر واحنا نعيط. ناكل يامك على طعمية وانت الفراخ 100%. ناكل يامك على طعمية وانت الفراخ 100%. اللوز والفستق بتقرقش واحنا بنتغدى حرنكش. واحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت. معاك قرش تسوى قرش، معاكش قرش ما تسواش قرش. والدنيا هي الدنيا، فيها الضعيف وفيها ابو كرش. قرش 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 قرش
عمره ما يعلاش. قول لنا يا كبير الحراميه يا اللي الهبر عندك غيه. قول لنا يا كبير الحراميه يا اللي الهبر عندك غيه. احنا الاوباش الحراميه محفوظين 100%. احنا الاوباش الحراميه محفوظين 100%. كرش 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 كرش. اهو ده الهجام ضربوه يا سلام يا سلام. اهو ده الهجام ضربوه يا سلام يا سلام. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده النشال اهو ده النشال واهو ده النشال وكل قف وله حلال. وانا حرامي العشه الفاضيه فاضيه 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 وده هبر الضربه القاضيه. كرش 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 كرش. دول الحراميه الفكه فكه 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 في الصنعه دول عالم سكه. سكه سكه سكه. دول الحراميه الفكه فكه 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 في صنعتنا دول عالم سكه. سكه سكه سكه. ودول زمايلنا السكاك قال سكوا واحد ضيف شنطه وزقوا عجلهم على طنطا اتحبس لونطه. يابا عالم سكه بتوع الفكه عالم سكه بتوع الفكه. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعادة الباشا انت بتكلم مين يا عم نجاة؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير. اني ليا طلب عن سعادتك. تحت امرك. انا عندي ولد لا مؤاخذة يعني دبلوم تجارة وبيشتغل في الحكومة. ربنا يخليهولك. ايوه بس سيادتك عارف يعني ان ماهية الحكومة مش ولا بد. وهو ابني الوحيد على 6 بنات وهيبقى العائل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد مني. ربنا يخليهولك ويخليك. ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامة ان شاء الله تشغلهولي. اوي اوي عينيا الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي بيه لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. ايوه ما هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروت. على العموم خليها بال سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجاره. اوي. تشكر يا عم نجاة. شكرا يا سعادتك. شكرا. سلام. اول مره الاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركه الرزم. بصراحة أنا زعلان. الموظفين في المصلحة هزقوني عشان اتغنيت. يعني انت وانت فقير رزق وانت غني بيهزقوك. دي طبيعتي يا شحاتة. المهم ما يكونش لاحظوا اي حاجه بالنسبه للموضوع ده. لا ما تخافش يا هلوتي، السر اتدفن في السجن مع رمضان. وعلى فكرة عايز اقول لكم حاجة، انتوا نمتوا على الموضوع ولا ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ الله 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 غريب مش بيشي. الله تناقصك حاجه يا راجل؟ ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد بالكم ولا عايزنا نفترق بقى؟ اعوذ بالله نفترق، ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. بيقول لي مثقف. انا ساعة يا جدع. انت احلى ساعة يا جدع. ساعة ليلة في الخير. ما تسعى انت وتجيب لنا ازازة مليانة. يا سلام عينيا. خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. يا عم فلوس ايه؟ يا جدع خد. يا عم ده انا يا ابني فلوس كتير هنوديها فين؟ يا عم انا جدع، ده انت جربان. هيقول لي خد فلوس. اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك على فين يا بشبيش؟ انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا يا شيخ؟ يا عم وانا شايف قدامي. روح انت. طيب. خرع فين؟ لا الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحه. قشطه. اهلا يا نونس. اهلا. نوره حلوه.
من فضلك يا خواجه انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه السكر بره قال اصل انا كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره، وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري يا راجل، الكشري انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على الاولى ده اللي اسمه اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمره؟ شاي ايه يا راجل بقى؟ ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل الباقي يا استاذ. شكرا، اشكرك جدا. يا استاذ. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوه يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعتي انا وانت تجهز نشوف لهم مصيبه نرميهم فيها، وانا وانت اكس على بره. امتى بس؟ قريب يا بنت ما تقلقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي كل واحد فيهم التلت؟ دي ضربه العمر على راي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفه عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ ده الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل. تحت امرك سعاده البيه. هو ده اللي اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه يا بيه من نفس الفلوس؟ فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوحه سعاده البيه. والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه خرسنا. ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون، اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش يا اصل هنا ما حدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقى يا بيه، انا خدامك. يا ابني هنا ما فيش خدام بقه، حد بيفتح. وضبوهم. مين؟ استاذ رمضان. بس يا باشا مش قرب له، ده طلع معرفه. ماشي بس اديك هو خلاص استراحه قصيره. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالوا اقعد استريح يا ولد. اقعد يا بشبيش. ضربت ضرب. اقعد خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل ايه يا شاه ميمون؟ حاضر يا استاذ. وانا 50 اتشافوا
مش كده؟ تنورت. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك خد راحتك وبعدين بحكي لي حكايتك ايه. والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف انت كمان ولا يهمك. شفت الحظ؟ حظ ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عرف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. اخ ده باين عليه ليه قيمه كبيره قوي هنا. خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تعتل هم اي حاجه، لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجه. الشاي يا معلمه. تشكر. نخدمك في الافراح يا اكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقف. تعقيبا على التصريح الاخير بتاعك ده يا رمضان، انا فعلا بقول ان حرب المدن دي فيها اسفاف. اصل الحكايه كلها هي روسيا وامريكا، وهي روسيا وامريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100 انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجاة. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي المكتب السيد وكيل النيابه عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجاة. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. اتفضل. خد بالك من العيال دول الجداد دول اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس صحيح في نسوان في النص. صدقني رابريون بلبلط قال فتش عن الوليه. لا انا اديني كنك. بس هنا ما حدش يفتح بقه. الجلسه بتاعت الجامعه. حاضر حاضر. مع السلامه. ادخل. مذكور رمضان ابراهيم اسماعيل يا فندم. افتح معه. اسمك؟ قال لك ما هو لسه قايل اسمه اهو. اسمك ايه؟ رمضان ابراهيم اسماعيل. احنا خلاص عرفنا الحقيقه يا رمضان. حقيقة ايه؟ هو احنا اللي هنعيد ونزيده؟ اتكلم بقى. مش قصدي. احنا عرفنا الحقيقه كلها يا رمضان خلاص. احنا ما كناش نايمين. وقبضنا على 2 متهمين من العصابه اللي سرقت الفلوس. البشبيشي محمد عبد الحميد وشحاته علي السيد. واعترفوا بالكامل بالجريمه. وجري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس. عشان كده جبت امر من قاضي الامور الوقتيه لخروجك من السجن لحين اعاده محاكمتك وحصولك على البراءه. هو ايه قصده ايه؟ الفلوس معايا وانا سرقت الفلوس. شحاتة ايه وبشبيش ايه؟ يا ابني هي دي الحقيقه. حقيقة ايه؟ يا سعادة البيه انا حرامي ابن حرامي. الفلوس معايا وانا اتحاكمت وخلاص وبنفذ دلوقتي مدة العقوبة، وبعد العقوبة ما هتنتهي هخرج واخد حقي. وعلى رأي المثل بصل ب5 و5 ببصل. انما تقول لي سيادتك امور وقتية وحاجات مستعجلة وبشبش الحكاية اصلها هتضيق ومش مستحملة الحاجات دي كلها. اعمل معروف يا رمضان. انا مهمتي ان انا اجيب الحق لاصحابه. انت ما سرقتش، يعني الحكايه هتبقى مجرد قضيه ازعاج للسلطات وخلاص. الله، ما سرقتش ده ايه؟ حرامي او انت انا يعني اكذوبه. يلا بينا داش الحاجات دي معايا. اعمل معروف وحياة ولاد. بلاش كلام كتير، افهم وركز. انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. الله، ياخد مين؟ يا سعادة البيه انا حرامي. انا سرقت 400,000 جنيه والفلوس في حوضتي والشنطه معايا والتلوث كله في الامان. ورحمة امي انا حرامي لسه اعلاني مختلف. هي براءة العقل ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي ايه؟ دلوقتي انا سرقت وبقول ان انا سرقت. في حاجه دي؟ انا مش حرامي. ما تهدى بقى امال. ما انت طلعت من غير اوانطه. اوانطه ازاي؟ انت كمان صدقت. انا عارف لك بقى. عارف ايه؟ ده حركات من الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه. لو انت هتعرف احسن من الحكومه. اذا كان الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي غشوش. انا غشوش؟ ايوه غشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والبقف اللي معاه اكلوا لي الشاورما. انا عارف لك بقى.
هم اكلوكوا المقلب السوق. خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما يا جدع انت؟ انا عارف، مش انت اللي بتقول؟ انا قلت تقول ليمون وشاورما، انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي؟ خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما. تاني ليمون وشاورما؟ ما انا قلت كل حاجه ساعتها. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ معرفش. هرب ومعاه كام؟ مع اغلبيه المبلغ. وده اجيبه من ايه ده يا دي؟ لكن هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجه عنه ولا لا؟ ايوه بس من غير ضرب يا سعاده الباشا. طب قول له كمان على صاحبته الرقاصه اللي اسمها ناد. ولما انت عارف ان في رقاصه وصاحبته اسمها ناد ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعاده البيه، انا كنت هقول لك. قول يا اللي مطلعني اكذوبه في قاعه هوا. انا تكسبني قدام المعلمين، ما اللي يكسبك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما انت كمان تقبض. ماما نختم في القعده. ماما حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان، ادي حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين الاسم الهلوتي دي؟ يقول لك الحكومه دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن انا هجيبه ان شاء الله هجيبه. قال لي قول لي لو عوزتك اجيبك منين؟ احنا مكاننا معروف. فين؟ قهوه البقر. قهوه ايه؟ البقر فين دي؟ حاره الكلب. حاره الكلب؟ ناصيه النتن. ناصيه النتن؟ قهوه البقر، حاره الكلب، ناصيه النتن. ودول كلهم فين؟ كلود بيه. كلود بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب. ربنا يخليك يا سي رمضان. الحمد لله على السلامه يا ميمون. الله يسترك يا سي رمضان ويخليك يا رب. عجوة؟ حط لي عجوة يا ولاد الكلب. طب ده انا حتى ما بحبش العجوة. كنت احط بطيخ يبل ريقي. عجوة؟ طيب رمضان، مش معقول. ازيك يا رمضان؟ الحمد لله على سلامتك. وحشتيني قوي قوي. وانت كمان. يا سلام، انا مش مصدقه عينيا. الله، مالك يا رمضان؟ واكل عجوة. واكل ايه؟ عجوة. طب تعالى معايا. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا. اهلا بخطيب بنتي وجوزها. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهلا يا روحي. انا كنت عارفه انك هتطلع منها زي الشعره من العجينه. اطلعي يا علي، هات الفراخ واتبعيها. لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروغ صبر. يا لهوي، ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس؟ يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالسكته ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ مسيرتي لا ألوفات ولا حاجة. اطلعي يا علي، هات الفراخ كلها. هو احنا ربنا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني؟ كنت هتربيها 7 سنين علشاني؟ على كل حال مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان. خش استحمى واوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن. متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا هسيبك؟ ده انا مش هسيبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا. اطلعي يا علي، هات الفراخ. هات الفراخ يا اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي، اطلعي يا روحي، اطلعي يا اختي.
اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان يا رمضان، الحياة مش فلوس. فعلا الحياة مش فلوس، الحياة عجوة. ايه؟ عجوة، الحياة عجوة. اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. شيلي عليها الحاجه دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منوره. ده نورك. اي والله يا نورك، الواحد يتكلم الصراحة. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبة للفلوس يعني. ايه هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحته اللي انت مدكنهم فيها. يا واعي يا قراري. لا، ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ أنا الأوان تتمتع وتلبس وتعيش عيش المليونات. لا، ما انش الاوان ولا حاجة. ما اني علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي واعيش عيشة المليونيرات ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوة، لان العينين مفنجلة عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص، لغاية العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المدكن نديها بقى. يا جماعة ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشة عادية. تجننت يا بنت انتي. ارجع الفلوس ازاي؟ واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا عليه، انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزه تقفي معايا للاخر انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا هرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجهه في اوانها. اموت انا في المنجهه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان. ايه دول؟ 1800 جنيه. خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الذره هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجاره كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركه بقى في ست الكل حماتي الحلوه دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه. ابيع النص فدان اللي حيلتي؟ طيب بلاش بقى. مفيش طريقه غير الفلامانكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجاره ساعتها الفلوس الكتيره لما تظهر محدش هياخد باله، هتوه في الكازوزه. يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ هبيع يا ابني هبيع. يلا يا عليك ندور على الحجه بتاعت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شويه. هي فيها لسه طول البال. خطيبك ده بيخطط لنا نغنغه، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقه كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي ازواجا وافرادا. المهم دلوقتي انا عايز شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضا شقتي انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هف منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دول. ايه دول؟ عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه. لغايه دلوقتي ما اشتغلتش ب3 مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم. يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله حاجة عجيبة قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500
كان بيرجحاني لما ربنا يفتحها عليه بسرقايه وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمها كل حاجه وهيقول لك على عنوان مكتبي. لو ما كانش فيها خبور تبقى حلوه قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم. من فضلك رمضان بيه موجود؟ خير يا فندم. لو سمحت تبلغوا ان المراكب وصلت والبضاعة موجودة في المخازن وكله تمام التمام. هنبلغ سعادته حاضر. ممكن اقابله 3 دقايق لو سمحت؟ اتفضل سعادتك استنى دورك. انا عارف ان وقته تخين جدا سمين جدا ومعلش انا عايز 3 دقايق بالظبط. نقول له مين يا فندم؟ قول له السيد رئيس مجلس إدارة الجمارك العليا. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل سعادتك استريح. ثواني. من فضلك يا بيه، تعرفت الجمارك بالنسبه للسيارات بقت كام دلوقتي؟ هو هنا ما حدش يفتح بقه. السلام عليكم. ربنا يديك الصحة كده ويخليك. ألف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اتفضل يا أستاذ علي الدور. أيوة سعادتك. اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. أهلا بيك. اهلا وسهلا. أهلا بيك. اتفضل استريح. اسم السيادة؟ عبد السميع إبراهيم. اهلا يا استاذ عبد السميع. استاذ عبد السميع ابراهيم. عبد السميع ابراهيم. سيادتك دفعت الشهر اللي فات 1000 جنيه. مظبوط يا فندم. انا اسف. اسف؟ انا في منتهى الاسف. الحقيقه ما كنتش احب اتحط في الوضع ده، لكن سيادتك عارف ان التجاره الحلال البلال على دي وعلى دي. ايه اللي حصل؟ ال1000 جنيه خسرتها؟ ضاعت عليا؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله يا راجل ما تقولش كده. يا استاذ عبد السميع انا كنت اتمنى ان ال1000 جنيه بتوعك يكسبوا 1000 جنيه زيهم الشهر اللي فات. ايه اللي حصل؟ طمني. اللي حصل يا استاذ عبد السميع ان السوق كان نايم شويه اليومين اللي فاتوا دول. وبعدين يا سيدي ال1000 جنيه بتوعك ما كسبوش غير 1000 جنيه زيهم، بس ناقصين جنيه. ناقصين جنيه؟ وقعت قلبي يا راجل. عايزني اكسب 1000 جنيه ناقصين جنيه في شهر وازعل؟ انا بأكرر اسف. حقيقي. حاضر يا سيدي. ادي ال1000 جنيه اللي انت دافعهم وادي 1000 جنيه ناقصين جنيه. ربنا يخليك، ربنا يسترك في مالك، دي حاجه ولا السحر. سحر ايه يا راجل؟ اعوذ بالله. انا جاي لك بكره ومعايا عيلتي كلها. سلام عليكم. تشرفوا. مع الف سلامه. انا بأكرر اسف. اللي بعد يا ميمون. اتفضلي. اتفضلي استنى. سعيدة يا جوز بنتي. اهلا يا عيش. اهدى كله اهدى كله. كل ده يطلع منك خير. خير؟ دي الناس كلها بتتكلم عن اللي انت بتعمله. خد. ايه دول؟ سيختي تمنتها النهارده جابت 8000 جنيه. شغلهم لي. عايزاهم امتى؟ لا 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 انا مش مستعجله عليهم. خليهم ماشيين في الساقيه كده زي التانيين. عايزاهم يتكاثروا يعني يخلفوا صبيان وبنات. وانا هعمل زي المغفلين احطهم واخدهم بعد شهر ولا 2 اهم شغالين. على رايك يا حماتي. المهم وصل لي كام منك لغايه دلوقتي؟ ما تعدش يا حبيبي، هو في فرق بيننا؟ لا 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 كله بالحساب. انا احب الحساب قوي. اعملي معروف. شوف يا ستي، قولي نص فدان ادي 16000 والنص بيت ادي 9000 وادي 8 يبقى كله 33. قولي 35 عشان يبقى رقم صحيح. مفيش فرق بيني وبينك. متلكن. مش كده؟ متلكن اه. وعليا زي ايه؟ انا عارفه يا اخويا ده بابوس. بكره تروح. على رايك بكره تروح. عن اذنك يا اخويا عشان الحق اطبخ لك. مع السلامه. اللي بعد. ايه ده؟ مين ده؟ نسيت رمضان بيه. غضروف. غضروف بيه اللي كان معانا في سويسرا.
احنا عمرنا رحنا سويسرا دي؟ السجن غضروف، ازيك يا غضروف؟ خليك يا بيه. اهلا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وخرجت امتى من سويسرا؟ امبارح بس، ورجلي حفت لما عرفت عنوانكم، قلت اجي عشان اكل معاكم لقمه عيش بالحلال. اهلا وسهلا، عايز تشتغل معانا؟ انت كنت شغال ايه قبل كده؟ نشال ميتين يا بيه. نشال ايه؟ نشال ميتين. وعايز تشتغل معانا؟ عايز تشتغل معانا ايه؟ بتعرف تقرا وتكتب؟ ما اعرفش اقرا. عندك صنعه؟ ما عنديش صنعه. بتفهم في اي حاجه؟ ما بفهمش في اي حاجه. عينوه في مجلس الاداره. هي دي الظاهر. دلوقتي انا اعرف على رايك. ازازه كبيره لو سمحت. لا قول لي وحياتك، مش هي دي الراقصه ناهد؟ تمام، ربنا يتممها بعقلك. ايه ده؟ ده عنوانها، والجدع اللي اسمه الهلوتي هربان في حته محدش عارفها، والبوليس قبض عليها عشان يوصل له معرفوش، افرجوا عنها بعد كده. يا حته تعرف الحاجات دي كلها؟ امال احنا بنلعب؟ لا ما تبصليش بسخريه، ده انا هعجبك قوي. انا معاك برقبتي. ربنا يتممها بعقلك. عاقل قوي. قال والله عاقل. حلال. بان عليه انه عاقل. اشرب بقى البتاعه دي واسمع اللي هقوله لك. ماشي. انا عايزك تلزق لها، ترسم عليها انك انت غني قوي، وتصرف عليها ببذخ بأبد. طعم يعني.